مساء الود ومساء الأمل، مرحبا بكم في بودكاست جديد بعنوان ما فهمش راسي بغيت نتبدل. البودكاست ديال اليوم الإخوان نتوما اللي اختاريتوا الموضوع ديالو من خلال الاستفتاء اللي درت لكم على صفحة بودكاست سفر في الانستغرام، وانتم اختاريتوا هذا الموضوع هذا باش نهضر فيه اليوم. صراحة كان هذا من المواضيع اللي كنت حاطاهم في بالي انني غادي ندير لكم اليوم بودكاست، ولكن فاش انتم اختاريتوه قررت انني نسبقوا على المواضيع الاخرى، يعني خليت لكم الكلمة لانني هاد لي بودكاست هادو اللي كندير ماشي ليا فقط ولكن ليكم حتى نتوما تستافدوا منهم. البودكاست ديال اليوم غادي نهضروا فيه في جوج ديال المحطات كما العاده، على علاش ما قدرش نفهم راسي وشنو باغي نتبدل الاحسن، وكذلك غادي نهضر في المحطه الثانيه على كيفاش نتبدل نحو الافضل ونحو الاحسن. لذلك خليكم معايا على طول محطات بودكاست سفر باش نتعرفوا على موضوع اليوم. كما العادة غادي نحدد لكم 5 ديال الأسباب مهمة في المحطة الأولى اللي كتخلينا أننا ما قادرينش نفهموا راسنا وخا احنا بغينا نتبدلوا للأحسن. السبب الأول والمهم اللي كيخلينا ديما أننا نحسوا راسنا ما قادرينش نتغير وخا احنا وخا احنا بغينا وما قادرينش نفهموا راسنا، هو الخوف من التغيير. بزاف ديال الناس كيخافوا من التغيير في حياتهم، بزاف ديال الناس كيحسوا بلي ان التغيير يدخل لهم لحياتهم غادي يفسدها ويخسرها. بزاف ديال الناس كيخافوا من التغيير انه يدخل لحياتهم ويغير كل شيء فيها، لانهم علاش كيكونوا موالفين واحد منطقه الراحه، يعني موالفين ومرتاحين في ديك اسميتو في ديك المنطقه اللي هما فيها ولا في ديك الحاجات اللي كيديروهم، ولكن في قرارات انفسهم راه باغيين يتبدلوا غير ما عارفينش كيفاش. اذا الخوف من التغيير هو من الاسباب الرئيسيه اللي كيخليو الناس ما كيقدروش يفهموا راسهم، ما كيقدروش يزيدوا لقدام ولا يحققوا شي حاجه في حياتهم. باش الانسان يقدر يتغير اولا خصو يحارب الخوف. الخوف كيكون من الاسباب الرئيسيه اللي كتخلينا اننا نبقاو في بلاصتنا وما نديرو حتى شي حاجه في حياتنا، وكتبقى الامور كما هي ما عمر ما كتبدلش وما كنحسوش بلي عندنا في حياتنا شي حاجه اللي هي مهمه نتقاتلوا على قبلها، وكنحسوا راسنا راه كنعيشوا في واحد الدوامه ما كتغيرش وكيجينا الملل وكيجينا اكتئاب والعديد من الامراض. اذا الخوف من التغيير من اهم الاسباب اللي كتخليك ما تفهمش راسك وكذلك ما عمرك تغير للاحسن. السبب الثاني اللي كيخلي الناس انهم ما كيقدروش يفهموا راسهم هو التشبع بالافكار السلبيه. بزاف ديال الناس المحيط ديالهم كيكون سلبي، كيدخلوا لوسائل التواصل الاجتماعي ما كاين غير السلبيه في السلبيه، فيما دخلتي كتلقى المشاكل، كتلقى الشكاوي، كتلقى كل شيء، يعني غير ما هو سلبي. قليل كيمشي يتبع شي حاجه اللي هي ايجابيه وشي حاجه اللي هي مزيانه غادي تفيدو. اغلبيه كيكون عنده وقت فراغ بزاف كيجلس كيسكرولي في وسائل التواصل الاجتماعي وكيتشبع بدوك الافكار السلبيه. كذلك في المحيط ديالو اللي جمع معاه اللي بدا كيهضر معاه ما كاين غير الشكاوي والافكار السلبيه. اذا اللي كيكون متشبع بهذه الافكار هذه ما عمره ما غادي يتغير وما عمره ما غادي يدير ديك خطوه ديال التغيير للامام، لان اصلا المحيط ديالو كله سلبي وكيعيش في السلبيه من الصباح حتى الليل. اذا كيف الشخص بحال هكا وكيفكر بحال هكا وكيتشبع بهذه الافكار هادو غادي يقدر انه يفهم راسو ويتبدل الاحسن؟ ما يمكنش الا ما كانش عنده واحد الاراده اللي هي كبيره بزاف وواحد الرغبه حقيقيه ديال التغيير والا ما خدمش على راسو. اذا التشبع بالافكار السلبيه كيخلي الانسان يبقى في بلاصتو ويبقى كيدور في ديك الدوامه اللي قلنا من قبل وما عمره ما كيزيد للقدام. السبب الثالث اللي كيخلي الانسان ما كيقدرش يفهم راسو وشنو باغي في الحياه وكيفاش غادي يتغير هو التفكير الزائد. كاينين بزاف ديال الناس كيبقاو يفكروا بزاف، فقط كيفكروا اما باش يطبقوا لا ما يمكنش. يعني هما غير كيفكروا صافي جالسين في واحد البلاصه ولا في قهوه في شي مكان ولا غير متكين وغير كيفكروا فقط. التفكير ثم التفكير، ولكن التطبيق ولا باش يلقاو شي حل يزيدوا به لقدام راه والو. هاد النوع ديال الناس اللي كيبقاو يفكروا بزاف وعقلهم غير خدام ولكن ما كاينش التطبيق ما عمرهم ما كيقدروا يتغيروا وما عمرهم ما كيقدروش يفهموا راسهم اشنو باغيين في هذه الحياه واشنو باغيين يحققوا ولا كيفاش غادي يوصلوا ليه. مزيان تفكر مزيان في الحاجات اللي بغيتي دير، ولكن داك التفكير الزائد والمفرط والمبالغ فيه راه ما عمره غادي يوصلك شي بلاصه. التفكير الزائد كيخليك ديما كدور في واحد الحلقه بوحدك، كدور فيها وكدور ولكن ما عمرك ما كتوصل لواحد النتيجه. اذا
هذا التفكير الزائد هذا حتى هو كيتعتبر من الاسباب اللي كيخليو الانسان ما عمره ما كيقدر يفهم راسو، كيفكر ولكن واحد التفكير اللي ما هوش غادي يوصل لشي حاجه. اذا ثالث سبب قلنا باللي كيخلي الانسان ما كيعرفش شنو باغي في الحياه وما كيقدرش يتغير وما كيقدرش يكون عنده اهداف في الحياه يخدم عليهم، هو التفكير الزائد. الناس اللي كيتردوا بزاف في اتخاذ القرارات ديالهم، ولا الناس اللي عندهم بزاف ديال التردد انهم يحددوا شنو باغيين في الحياه، هما الناس اللي ما كيقدروش يفهموا راسهم، وهما الناس اللي ما كيقدروش يتبدلوا ويولوا احسن. لان التردد في اتخاذ القرارات كيخليهم ديما واقفين في واحد البلاصه، كيشوفوا هنا وهنا شنو ندير شنو نفعل، ولكن ما كيزيدوش للقدام لانهم مترددين، ما عندهمش ديك القوه انهم يختاروا ويحددوا واحد الطريق ويتبعوها. كيكون عندهم بزاف ديال الاختيارات وكيحيروا ما كيعرفوش شنو غادي يديروا، وكيبقاو يفكروا واش نزيد لقدام ولا نبقى في منطقه الراحه ديالي. عقلهم هكا كيفكر، ولا كيقولوا بلي الا انا اتخذت هذا القرار ومشيت ربما ما غاديش نوصل، الا انا اتخذت هذا القرار وتبعته ربما غادي نخسر بزاف. يعني الناس اللي كيكونوا مترددين ما عمرهم ما كيقدروش يفهموا حتى هما راسهم، لانهم داك التردد كيخليهم ديما شاكين في راسهم وديما ما عارفين شنو باغيين ولا انهم قادرين يتغيروا. اذا السبب الرابع اللي كيخلينا اننا نكونوا مشتتين وما فاهمينش راسنا هو التردد في اتخاذ القرارات. واخر سبب اللي كنشوفه شخصيا من الاسباب المهمه اللي كتخلينا ما كنقدروش نفهموا راسنا هو عدم القدره على تخطي الماضي. بزاف ديال الناس كيبقاو متشبتين بالماضي ديالهم، بزاف ديال الناس كيبقى عندهم داك الارتباط بالماضي وما كيقدروش يتجاوزوه لعده اسباب كتكون يعني راجعه لهم هما. ربما حيت هذاك الماضي اثر فيهم بزاف، ربما حيت هذاك الماضي كيعني لهم بزاف. المهم كل واحد السبب اللي كيخليه ما كيقدرش يتجاوز الماضي ديالو، ولكن هذا السبب هذا من واحد الناحيه كيأثر عليهم، ما كيقدروش يفهموا راسهم واش باغيين يتغيروا ولا لا. في نفس الوقت ما كيقدروش يزيدوا لقدام، كيبقاو عايشين في ديك الدوامه ديال الماضي والحيره، وكيبقاو كل نهار يتعاود نفس القصيده كتعاود عندهم، كيفكروا فيها نفسها وما كيزيدوش لقدام. داكشي علاش كنعتبر ان هذا السبب هذا سبب مهم كيخليك تبقى واقف في بلاصتك وما تزيدش لقدام، وسبب مهم كيخليك كتعيش واحد الصراع داخلي وما كتقدرش تفهم راسك شنو واقع معك، وما كتقدرش تعرف راسك شنو باغي تحقق من هنا للقدام، كيخليك مربوط وباقي في بلاصتك. اذا عدم القدره على التخطي الماضي كتخلينا نبقاو في بلاصتنا وما نقدروش نفهموا راسنا. ومن بعد ما شفنا في المحطة الأولى علاش ما قادرينش نفهموا راسنا وشنو باغيين في الحياة وكيفاش غادي نتبدلوا ونتغيروا نحو الأحسن، غادي ندوزو دابا المحطة الثانية وغادي نهضر لكم على كيفاش نقدروا نديروا هذا التغيير هذا وكيفاش نتبدلوا نحو الأفضل. باش تقدروا تفهموا راسكم وتغيروا نحو الافضل، غادي نشارك معكم في هذه المحطه الثانيه 5 ديال الحاجات مهمه خصكم تطبقوهم باش تغيروا وتحصلوا على احسن نسخه وافضل نسخه من انفسكم. هاد 5 الحاجات هادو ولا هاد 5 الطرق هادو مهمين بزاف، هادو شخصيا طبقتهم، داكشي علاش كنشاركهم معكم باش نتوما تستافدوا منهم وتوليو ديروا التغيير اللي كنتو ديما كتمناو ديروه. اولا غادي تجلسوا مع راسكم وغادي تحطوا اهدافكم، هذه هي اول خطوه باش تغيروا. باش تقدر دير واحد التغيير كبير خصك تجلس مع راسك وتهز واحد لاجوندا واحد الدفتر واحد المذكره اللي كان ولو ورقه وترسموا فيها حياتكم، كتبوا فيها كاع الاهداف اللي بغيتوا تحققوهم، كتبوا فيها كاع داكشي اللي بغيتوا توليوا ولا بغيتوا ديروه. يعني كما كنشوف انا راسي والاحلام ديالي من القدام كتبوهم على الورقه، فاش كنكتبهم على الورقه كيبانوا ليا مزيان وكتكون عندي واحد الرغبه كبيره باش نحققهم. اذا اول حاجه خصكم ديروها باش تعرفوا كيفاش غادي تبداو هاد التغيير هذا هو ديروا واحد البوز وغادي تجلسوا مع راسكم وتكتبوا اهدافكم وترسموا حياتكم في ورقه، وهذه من افضل الحاجات اللي كيساعدوا الانسان باش يبدا التغيير. من بعد ما كديروا الخطوه الاولى كتجلسوا مع راسكم كتحطوا الاهداف ديالكم، غادي تدوزوا الخطوه الثانيه وهي انكم تاخذوا قرارات حاسمه
اللي كتبني المستقبل ديالكم. هاد القرارات هادو هما اللي على اساسهم غادي تزيدوا لقدام. هاد القرارات هادو هما اللي فاش تاخذوهم يعني ما كاينش التراجع. كنقرر انني غادي ندير هاد الحاجه يعني غادي نديرها، كنقرر غادي نوصل لهاد الحاجه يعني غادي نوصلها. ما يكونش عندكم تردد، لان قلنا سابقا في المحطه السابقه باللي التردد من الاسباب اللي كيخلينا ما كنقدروش نديروا تغيير ولا نفهموا راسنا. اذا اتخاذ القرارات الحاسمه مهم جدا. من بعد ما كنحطوا دوك الاهداف في الورقه وكنشوفوهم صافي كنقولها غادي نطبق هادشي وغادي ندير هادشي وغادي ندير هادشي باش نتغير ونكون افضل نسخه من راسي. من بعد ما تطبقوا الخطوتين بجوج الاولين اللي قلت لكم، غادي تدوزوا دابا الخطوه الثالثه. هذه الخطوه هذه مهمه بزاف، وهي الخطوه الاولى الحقيقيه نحو التغيير. هي فاش كتطبقوا داكشي اللي قررتوه وحطيتوه على الورقه من قبل. هذه الخطوه هذه هي تنظيم الوقت وتبني عادات جديده. الا لاحظتوا جميع فيديوهاتي ولا جميع البودكاست ديالي كنهضر فيهم ديما على تنظيم الوقت وتنظيم الوقت، لان تنظيم الوقت هو اهم حاجه كتخليك تبدل وتولي افضل. والناس اللي متبعيني دائما سواء في الانستغرام في الفيسبوك ولا في كاع وسائل التواصل الاجتماعي واللي كيعرفوني اصلا شخصيا عارفين بلي انا انسانه منظمه بزاف وكنظم وقتي بزاف، وكاينين اللي استافدوا من هذه الفكره ديال تنظيم الوقت فاش جربوها. اذا تنظيم الوقت راه من اهم الحاجات اللي كيخليونا نكونوا عارفين شنو باغيين نحققوا وشنو باغيين نديروا وكيفاش نزيدوا لقدام. الا ما نظمتيش وقتك واهدافك وحياتك بصفه عامه راه ما عمرك غادي تعرف شنو كدير. غادي دير كتبقى غير كدور في بلاصتك، كتبقى غير كتبقى تفكر شنو غادي دير وما عمرك ما كدير حتى شي حاجه. كذلك تبني عادات جديده. فاش كنتبنوا عادات جداد كنحسوا بداك التغيير. مثلا انا كانوا عندي عادات سيئين كنت كنديرهم، فاش كنخدم عليهم وكنتبنى عادات جديده كنحس بالتغيير، كنحس بالفرق، كنحس بلي شخصيتي تبدلات، بلي العادات ديالي تبدلوا، بلي حياتي تبدلات. اذا هاد جوج ديال الامور اللي كتعتبروا الخطوه الثالثه فراهما مهمين بزاف نحو هاد التغيير هذا، وباش تكون انسان كما يعني انسان كما تمنيتي بالشخصيه اللي تمنيتي وتكون احسن نسخه من نفسك كما قلنا. من بعد ما كتوليو ملتزمين بالخطوه الثالثه كذلك غادي تدوزوا للخطوه الرابعه، وهي تعلم مجالات جديده. علاش انا ديما كنكون كنهضر على تعلم حاجات جداد؟ لان فعلا فاش نهار قررت ندير تغيير في حياتي اول حاجه درتها بطبيعه الحال هو انا قررت نتغير، ولكن من بعد فهاد التغيير هذا قررت نتعلم حاجات اللي هما جداد، وليت كنقلب على هوايات جداد، حاجات اللي نقدر انا نرتاح فيهم ويزيدوني شي حاجه في حياتي، يعني خليوني نحس بداك التغيير. وفعلا بديت كنتعلم بزاف ديال المجالات. داكشي علاش ديما كنأكد عليها ان تعلم مجالات جديده كيخليك تحس بالتغيير، كيخليك تحس باللي راه عندك حاجات جداد في حياتك ديرهم، اهداف جديده ديرهم. يعني تعلم مجالات جديده كيعاوننا باش نحسوا بالتغيير وباش نكونوا افضل. واخر خطوه غادي توصلكم لداك التغيير الحقيقي اللي كنتو ديما كتمناوه، هذاك التغيير الحقيقي اللي كنتو ديما كتقلبوا عليه وانكم ديروه في حياتكم، هو انكم تركزوا على راسكم وتطوروا من شخصيتكم وديروا حصانه ضد المحيط. هذه الخطوه هذه فيها 3 ديال الاجزاء: تركز على راسك، تطور من شخصيتك، ودير حصانه ضد المحيط. علاش هذه الخطوه الاخليتها هي الاخيره؟ لانها مهمه بزاف، وهي ديك الخطوه اللي فعلا غادي توصلك لذاك التغيير. حيت التغيير راه ما كيجيش دغيا، التغيير كيجي شويه بشويه. التغيير كيبغي الصبر الصراحه، ما كيجيش بين ليله وضحاها، ولكن فاش كتخدم عليه وكتبذل عليه مجهود والله الا في الاخير كتوصل داكشي اللي بغيتي. وانا شخصيا جربت هذا الشيء وكنحمد الله وكنشكر انني قدرت ندير هذه الخطوات هادو نوصل لاحسن نسخه من راسي. اذا الجزء الاول من هذه الخطوه هو انكم تركزوا على راسكم. فاش كتعلموا تركزوا على راسكم راه ما كتبقاش تهمك حتى شي حاجه. انا نهار ركزت على راسي مابقاش كتهمني حتى شي حاجه، وليت كنطور من راسي، يعني كنغير العادات السيئه اللي عندي، كننظم وقتي،
اكتشفت حاجات جداد واكتشفت اهداف جداد، حطيتهم خدمت عليهم ووصلت لهم، ومازال غادي نحط اهداف جداد ومازال غادي نزيد نتقاتل باش نحققهم ان شاء الله. اذا فاش كنركزوا على راسنا فعلا كنتغيروا، لان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. الجزء الثاني ديال هذه الخطوه هذه هو انكم تطوروا من الشخصيات ديالكم. باش نطور من شخصيتي خصني نخدم على راسي. وكيفاش نخدم على راسي؟ هذا هو السؤال اللي كيتطرح بزاف. باش تخدم على راسك راه ماشي شي حاجه صعيبه، غادي دير بعض الخطوات وغادي تغير من العادات ديالك، وغادي دير بعض الاشياء اللي غادي يعاونك باش توصل داكشي اللي بغيتو تطور شخصيتك. مثلا عوض ما تسمع موسيقى فاش كتكون كتخدم شي حاجه، غادي تسمع لشي بودكاست، هذا غير مثال، ولا غادي تقرا كتوبه، ولا غادي تسمع شي فيديو مثلا، ولا كتاب مسموع الا ما قدرتيش تقرا الكتوبه مباشره، غادي تقرا قصص النجاح ديال الناس. عطا الله ما دير باش تطور من شخصيتك. شخصيا انا كنسمع بزاف ديال لي بودكاست وفادوني وغيروا فيا بزاف ديال الحاجات، يعني كانوا عندي بزاف ديال الافكار تغيروا اللي قدرت نفهم راسي، استفدت من التجارب ديال الناس ومن الافكار ديالهم. بحال هاد الحوايج اللي كيبانوا بساطين جدا راه والله الا عندهم تاثير كبير، كيعطيك واحد الموتيفاسيون كبيره، كتولي تفكر بطريقه ايجابيه، كتولي تشوف الحياه بواحد النظره اللي هي زوينه وباللي كاين ان شاء الله ما يدار. خصني غير نخدم على راسي. راه باش تطور من شخصيتك راه ماشي هي تجلس تبقى تقول كيفاش غادي نطور من شخصيتي وتجلس تبقى تهضر. راه تطور من شخصيتك كيحتاج منك تنوض وتقلب وتبحث، واللي كيقلب راه كيلقى. هذه واحد النصيحه كنعطيها لي واحد الصديق شحال هذه، قال لي كيشيخ تخوف، وفعلا اللي كيقلب كيلقى. وهذه وليت كنطبقها في حياتي، وكنتمنى حتى نتوما تطبقوها باش تطوروا من الشخصيات ديالكم. واخر جزء في الخطوه الاخيره هو انكم تعلموا ديروا حصانه ضد المحيط. للاسف الشديد المحيط ديال الاغلبيه فينا محيط اللي هو كينتقد بزاف ديال الناس كيتاثروا بالمحيط ديالهم، لان الهضره ديال المحيط قاسحه بزاف، ما كتشجعش، ما كتخليكش تزيد للقدام. الاغلبيه ديال الناس عندهم عقليه واحده، هو الانتقاد من اجل الانتقاد فقط وليس من اجل التشجيع. للاسف ما خصناش زعما نركزوا على هضره هذا المحيط هذا ونبقاو نفكروا فيها بزاف. خاصني نتعلم نسمع بهاد الودن ونخرج الهضره بالودن الاخرى. الا كانت الهضره فيها فائده ليا فعلا نفكر فيها، لان غادي تزيد ليا شي حاجه. ولكن الا كانت فقط غادي تاثر فيا وغادي تسممني وغادي تمرضني في خاطري وتخليني نبقى في بلاصتي، فما كاين لاش نعمر بها راسي. اذا تعلموا تكون عندكم حصانه ضد المحيط ديالكم، خصوصا الا كان المحيط اللي هو سلبي، وتعلموا انكم ما تاثرش بهضره ديال الناس اللي فيها فقط انتقادات غير هكاك، يعني ما عندهاش حتى شي فائده. تعلموا هاد الحاجه هذه وغادي فعلا تحسوا باللي كاين تطور في الشخصيات ديالكم. وهذه هي انك تركز على راسك، تركز على راسك وما تهتمش بالهضره ديال الاخرين، فقط كنحط هدف وكنخدم عليه، وهكا غادي نحقق التغيير الحقيقي اللي بغيته في حياتي. اذا التغيير اللي كنهضروا عليه من البدايه ديال البودكاست ما كيجيش غير هكا. هاد التغيير هذا كيبغي صبر طويل، وكيبغي انك تخدم على راسك ديال بصح وتتبع خطوات مهمه واللي غادي توصلك لهذاك الهدف. راه لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. كنعاودها لكم للمره الثانيه، لان هذه الايه فقط بوحدها كفيله انها تعلمك باللي التغيير الحقيقي راه كيجي منك انت، ما كيجيش من عند شي حد. التغيير كيجي منك فاش كتقرر انك تديرو في حياتك، وانك توصل داكشي اللي بغيتي وتولي احسن شخص في هذا العالم بالنسبه ليك. يعني ما تجيش وتقول التغيير راه ما يمكنش ولا غادي نبقى ديما هكا في حيره. بالعكس راه الحياه راه غادا مستمره، ما كتسنى حتى شي واحد. لذلك نوضوا تخدموا على راسكم باش تحققوا هذاك التغيير اللي بغيتي. راه حتى حد ما غادي يحققوا لكم من غير راسكم. نتمنى يا ربي يكون هذا البودكاست هذا فاتكم بشي حاجه، نتمنى نكون وصلت لكم الافكار ديالي ببساطه. فكما كتعرفوا من البدايه انا كنهضر بكل عفويه، اللي كنحط افكار فقط وكنجي كنهضر فيها معكم، كنناقش معكم كما انا استفدت منها من قبل، وقدرت انني نحقق هذاك التغيير اللي تمنيته في حياتي. نتمنى هذا البودكاست كما قلت لكم يعجبكم وتستافدوا منه، وعلاش لا ترجعوا ليه من بعد وتخليوا لي في التعليقات وتقولوا لي بلي فعلا راه قدرتوا ديروا هذاك التغيير اللي كنتو كتمناو. والى بودكاست اخر ان شاء الله. نتمنى لكم الصحه والسلامه وتهلاو لي في راسكم.